السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد قرب. يا رب ان شاء الله تبقى ايام خير علينا كلنا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض القراقيش بطريقة سهلة ومقادير سهلة وسريعة جدا. مش هتاخد مننا وقت والنتيجة هتبهرك بجد. في الفيديو ده هخليكي تعملي القراقيش من غير ما تشتريها وتبطلي اصلا تشتريها من بره تاني. البولة دي فيها نص كوباية من اللبن، عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. دوبتهم مع بعض وسبت الخميرة تتفاعل. هنا في البولة بتاعت العجان او في طبق لو هنعمله على ايدينا، كيلو من الدقيق، عليه 3 معالق كبار من السمسم، معلقتين كبار سكر بودرة ومعلقتين كبار لبن بودرة، ونص معلقة من ريحة الكحك، ومعلقة من البيكنج باودر. هقلب بقى المواد الجافة مع بعض تاني. كيلو دقيق عليه معلقة من البيكنج باودر، 3 معالق كبار سمسم، معلقتين كبار لبن بودرة ومعلقتين كبار سكر بودرة ونص معلقة من ريحة الكحك وذرة ملح. تمام، احنا كيلو دقيق اخد 3 معالق سكر، معلقة دوبناها مع نص كوباية لبن ومعلقة كبيرة خميرة وسبناها تتفاعل، والمعلقتين التانيين حطيتهم على الدقيق. هنا كمان ضفت كوبايه من الزيت، وهاخد كمان كوبايه ونص من السمن. يبقى كيلو الدقيق اخد معايا كوبايه من الزيت، كوبايه ونص من السمن. هنبس بقى الزيت مع الدقيق مع السمنه. نخلطهم كويس ونشرب الدقيق من الزيت والسمنه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو مفيش عجان هنعملهم على ايدينا، سهله جدا ومش هتاخد مننا وقت. يعني الكيلو اصلا مش هياخد مننا 10 دقايق. بصوا كده زي ما انتوا شايفين. هديهم بقى تقليبه يتبسوا كويس جدا من 5 ل7 دقايق بالظبط. طبعا بفكركم تاني ان احنا معانا نص كوبايه اللبن مدوبين فيها معلقه من السكر ومعلقه من الخميره، وراكنينهم على جنب عشان الخميره تتفاعل حلو كده. هنا بقى هنرجع للعجان. بصوا بقى، هنا الجوانب كان لسه فيها دقيق، هبدأ انزلها كده بالمعلقه وهديها لفه كمان كده. هنا كان خلاص العجينه بتاعتي خلصت وكان الدقيق كله اتشرب من الزيت والسمنه. هبدأ انزل بالمواد السائله بتاعتي زي ما قلت لكم ان احنا عاملين نص كوبايه من اللبن، عليها معلقه من الخميره ومعلقه من السكر. طبعا احنا هنحتاج ميه تاني لسه، فانا هكمل. يعني انا هاخد نص كوبايه بس لبن وهحط كمان نص كوبايه من الميه. طبعا النص الكوبايه بتاعت الميه انه مش هنحطها كلنا، نخلي بالنا ان زي ما قلت لكم قبل كده ان في نوع من الدقيق بيشرب السوائل بتاعته وفي نوع تانية لا. يعني في نوع ممكن ياخد كوبايه وفي نوع ياخد اكتر من كوبايه وممكن ياخد اقل، فنخلي بالنا من النقطه دي. فانا هنا حطيت نص كوبايه من اللبن مع الخميره زي ما قلت لكم، وادي النص كوبايه التانية ميه، وهبدا اعجن. وتعالوا نشوف العجينه هتحتاج ميه تاني ولا لا. انا هنا بقى العجينه بتاعتي بالظبط اخدت معايا كوبايه وربع، يعني كوبايه وربع من المواد السائله، نص كوبايه لبن وكوبايه الا ربع من الميه. تمام، فنخلي بالنا برضو من السوائل زي ما قلت لكم. هعجن بقى كويس لحد ما العجينه تلم معايا. بصوا هنا العجان نضف خالص ازاي، والعجينه لمت من على الجوانب والدنيا تمام. هنا بقى هاخد العجينه هغطيها وهسيبها بس يعني 10 دقايق كده ترتاح على ما اجهز الصاجات والصواني بتاعتي. هنا بقى كانت العجينه ارتاحت خلاص، ما شاء الله اللهم بارك. العجينه حلوه قوي. بصوا كده، هبدا بقى اقطعها. باخد قطعه من العجين زي ما شفتوا كده وبفردها رول، وبعد كده ببططها او افردها وابدا اقطعها بقى بالسكينه بالقطاعه على حسب الحجم دوت. زي ما انت عايزه، يعني ممكن تقطعيه صغير كبير براحتك. طبعا القرقيش انا عاملاها ساده، احنا ممكن نعملها بالعجوه وممكن نحشيها بالملبن زي ما تحبي. بصوا ادي قطعه تانية هاخدها كده هلفها رول كده. بصوا، وهبدا ابططها اقفلها كويس لو فيه جزء حته مفتوحه منها او حاجه. بصوا زي ما انتم شفتوا كده ببدا اقفلها كويس.
العجينة مش مشققة معايا خالص، العجينة ما شاء الله اللهم بارك حلوة جدا، بألف هنا يا رب. وهوريكم نتيجة القراقيش في الآخر عاملة ازاي. التسوية بتاعت القراقيش، احنا بنسوي القراقيش على نار هادية لحد ما تاخد لون من تحت. بولع عليها الشواية تاخد لون من فوق. هبدأ بقى اقطع وبرص في الصاجات اللي هخبز فيها على طول، واسيبها بقى بسيبها تخمر لحد ما الاقي حجمها تضاعف كده او بدأت تنفش معايا. اول ما الاقي قطعة القراقيش كده بدأت تنفش فخلاص كده تمام. طبعا بنغطيها علشان ما تاخدش هوا او وشها ما الهوا ما ينشفش الوش. بصوا التقطيعه اهيت زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كانت القراقيش خلاص. بصوا شكلها لما خمرت نفشت ازاي وزادت. التسوية زي ما قلت لكم على نار هاديه. هنا كان اول صاج او اول صاجين طلعوا الكيلو بالظبط، عمل لي حوالي 3 صاجات. 3 صاجات من الكبار دول تمام. بصوا بقى شكلها من فوق ومن تحت، شكل التسوية بتاعتها. فتحتها لكم كمان، شفتوا الفراغات اللي فيها من جوه. القراقيش ما شاء الله اللهم بارك بألف هنا، حلوة قوي. ريحة وطعم كمان يعني. هتجربيها هتدمنيها بصراحة بالطريقة دي، وهتبطلي تشتريها من بره خالص. يلا ما تنسونيش بقى في دعوة حلوة من قلوبكم كده ليا بصلاح الحال، ولكم بالمثل اللهم امين يا رب. ربنا يرزقنا ويرزقكم رزق حلال مبارك فيه يا رب، من غير الندر ولا نعلم ولا نحتسب. باي باي.